السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتعلم أو هنعرف طريقة عمل أي حرف على شبكة كانفا. أنا النهاردة هعمل حرف ال N، بما إن جالت علي إن أعمل حرف ال N على شبكة كانفا، فالنهاردة هيبقى الفيديو على حرف ال N. طبعا انت لو عرفتي الطريقة هتعملي أي حرف. طبعا لو أول مرة في قناتي، أنا قناة كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. طبعا اول حاجة انا هنا عندي الشبك دوت اللي هو الشبك الجاهز، اللي هو بيتباع بالشكل دوت مقصوص، وعليك اللي انت تشتغلي عليه وتقفلي. انا كنت عاملة فيديو مفصل عن ادوات او انواع شبكة كنفات المستخدمة، هحط لك اللينك في صندوق الوصف. طبعا زي ما انت شايفين هنا، ده انا بوريكم شكل شبك الكنفا اللي بالجاهز، بيبقى بالشكل ده. بتستخدمي عليه اي اشكال انت عايزاها، وبعد كده بتبداي تقفلي. طبعا بما اني النهارده انا هعمل حرف ال N، تمام. فانت لو هتستخدمي حرف ال N، عايزه تعملي الشنطه كلها بشكل حرف ال N، الاول بتشوفي الشنطه الوجه بتاعها اللي هتشتغلي عليه، وتبداي تشتغلي عليه. خلاص انا هعمل حرف ال N. لو هتعملي في المنتصف حرف واحد، او هتعملي في الجزء كله اللي هو بالمنتصف بالطول كده حرف ال N، طبعا هتقدري تنفذيها بالطريقه اللي انا هوريها لك. تمام. اول حاجه هتعدي عدد المربعات الموجوده في الشبك. انا هنا عندي الشبك دوت طبعا شبك صغير شويه. تمام. انا هنا حرف الان لما انا عملته كان واخد معايا بالعرض 15 مربع، وبالطول خد معايا 12 مربع. فطبعا عشان تنفذي حرف الان، لو انت هتنفذي تعملي شكل الشنطه كلها عباره عن حروف ان، لازم تعرفي عدد المربعات اللي تشتغليها عشان تعرفي كام حرف ان هتشتغلي. تمام. لو هتشتغلي حرف واحد تحطيه في النص، اوكي. هتعرفي برضو بالطريقه اللي احنا هننفذها النهارده. تمام. انا هنا عديت شبك الكنفا بالعرض. طبعا دي وجه الشنطه اللي هشتغل عليه، وده هيكون القلاب. انا هنا هعد، ماليش دعوه بالجنب العريض. هعد من اول الجنب هنا الجزء اللي تحت، وعديت هنا كل المربعات بالعرض طلعت معايا 45 مربع. طبعا انا عايزه منهم 15 مربع بالعرض لحجم الحرف الان، فهسيب 15، فضل معايا 30، هسيب 15 من الجنب ده، وهبدا اعلم المكان ده، وهسيب 15 من الجنب التاني. انا هنا اعلم بالماركر ال 15 رقم المربع رقم 15، ومن الجنب التاني هعلم برضو المربع رقم 15. طبعا انا علمت هنا الجنبين. انا هنا عندي خيط سلسلة فرنساوي، شايفين بيبقى حجم رفيع، وعندي هنا خيط قطن من خيوط ديفا او اي خيوط قطن. طبعا سمك الخيط سلسلة فرنساوي اسمك شوية من خيوط القطن. انا كنت عاملة هنا الخيط سلسلة فرنساوي على فتلتين، اما لو هشتغل بخيط القطن هشتغله على 4 فتلات. هنا انا بوريكم سمك الخيط المكرمية الفرنساوي. الخيط هنا القطن ارفع بكتير، فاشتغلته على 4 فتلات. يعني هنا باخد الخيط الاول بالمجوز وبلضمه بالابرة بالمجوز، وبعد كده بخلي الخيط بالشكل دوت، اقسمه نصين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، يبقى معايا 4 فتلات. يعني انا لضمت الابرة على المجوز، خلاص يبقى كده معايا 4 فتلات. طبعا لو هتستخدمي خيط قطن هتستخدمي معاه المقص، اما خيوط المكرمية او خيوط السلسلة بنستخدم معاها الولاعة عشان بتنسى. انا هنا هبدأ من عند هسيب هنا المربع اللي فيه الماركر، وهبدأ اشتغل من المربع اللي بعده على طول، وهنزل او هدخل ابرة من تحت بالشكل ده. المفروض هدخل الابرة في المربع اللي فوقيها، لا، انا في الابرة في المربع اللي جنب اللي جنب اللي فوقيها على طول. يعني اسيب اللي فوقيها واخش في الجنب بالشكل ده، بتبقى معايا هنا الجرزة بالزاوية. هخش في الجرزة اللي بعدها، والمربع اللي فوق بالجنب اهو بالشكل ده. هتلاقي شكل الجرزة جاية بزاوية شوية. طبعا انا كنت عاملة شنطة بالجرزة دي، بس كان الخيط سلسلة فباين وواضح، والجرزة كانت اول فتحات الشنطة كبير. فانا هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف لعمل الشنطة.
انا هنا هعمل 4 غرز جنب بعض او 4 فتحات جنب بعض بالشكل ده. دي بداية الحرف اللي انا هشتغله. خلاص هبدأ بقى اشتغل صف كمان مكون من 4 غرز او 4 فتحات بالشكل ده. هخش في الغرزة رقم 2 من الصف التاني اهي بالشكل ده، وهرتفع في الغرزة اللي فوقيها اهو بالشكل ده بالزاوية. هعمل بقى، انا شلت الماركر عشان ابدأ اعرف اشتغل كويس. هخش في الغرزة اللي بعدها من تحت كده، الابرة تكون من تحت، وبشد الخيط كله وبظبط الخيط بتاعي. بعد كده في الغرزة اللي جنب الغرزة اللي جنبها. بتلاقوا دايما في الصف التاني بنشترك في الصف اللي تحت اهو. انا بشترك هنا مع الغرزة اللي تحت عشان يبقى مفيش اي فراغ موجود في الخيط او في الشنطة بتاعتي. اخر الغرزة اهو بشترك من الغرزة اللي تحت، وبعد كده في الغرزة اللي فوقيها. انا مش بخش في المربع اللي فوقها مباشرة، بخش في المربع اللي فوقها اللي جنب اللي فوقيها، فبيديني الشكل الغرزة جاية بزاوية شوية. هنا انا هقص الخيط اللي انا بدايته انا كده نضفته تحت السطر ويعتبر ثبته، هقصه عشان ما يضايقنيش. هبدأ بقى اشتغل اللي هو الشكل الحرف الان بالطول. انا كده عملت الجزء اللي تحت اللي هو اللي بيبقى عريض، وهبدأ اشتغل صفين جنب بعض. هخش في الصف الثالث تاني غرزة من الصف الثالث اهو شايفين، وعملت غرزة. بعد كده في الغرزة اللي بعدها هيبان دلوقتي في السطر انا داخلة ازاي. وبعد كده بالشكل ده انا بصوا انا عاملة هنا غرزتين جنب بعض، يعني انا عملت بعد كده الغرزتين جنب بعض، سايبة غرزة من الاول وسايبة غرزة من الاخر. هخش في اللي فوقيها، وبعد كده اهو يا رب يكون الشكل واضح. تابع معايا هتلاقيه الموضوع سهل، وياتك تتفرج على الفيديو اللي عمل شنطة اللي هي كان شكل حرف الاف. هتلاقي الموضوع سهل، كان الجرز بتاعته واسعة والخيط كبير شوية، بس برضو الخيط ده مبين شكل الجرز. هبدأ اشتغل بالطريقة دي لحد ما اوصل ل 12 سطر. بعد ما كملت هنا 12 سطر هبدأ اعمل الجزء العريض. هبدأ اعمل جرزتين، جرزة من الشمال وجرزة من اليمين. اخش في السطر اللي انتوا شايفينه اللي هو اخر سطر واعمل غرزة، وبعد كده السطر اللي تحتيه وهعمل غرزة اهو زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. ادي كده عملت غرزتين، يعني غرزة من الجنب ده صفين، وبعد كده غرزة من الجنب ده برضو صفين.
انا هنا خلصت اول شكل من حرف الان او اول ضلع. هبدأ بعد كده اعمل ضلع اللي هو جاي بمنحنى كده بالشكل دوت. هبدأ ادخل بالابرة في الصف الثالث كده خلاص، وهبدأ انزل في المربع اللي تحتيها بزاوية اهو، شايفين في المربع اللي تحتيها على طول. بعد كده هدخل في المربع الثالث وفي المربع اللي انا فوتته عشان يديني الشكل ده. بعد كده في المربع اللي تحت شايفين انا بنزل ايه بزاوية، بنزل بالخيط بزاوية اهو، مربع اللي تحت وبعد كده مربع اللي فوق. طبعا بيشترك معايا في كل مربع او كل غرزة بتشترك في الغرزة اللي قصادها او اللي فوقيها عشان تديني الشكل ده. هبدأ اشتغل لحد ما انزل قبل ما اوصل لاخر 4 صفوف. هنا انا هنا زي ما انتوا شايفين وصلت لاخر سطر ماشي. طبعا قبل الاخر باربع عشان كنت بادئه سايبه صفين من تحت. هبدأ بقى اعمل نفس الشكل الضلع اللي انا عملته. هعمل اول حاجة سطر مكون من 4 غرز بالشكل ده، 4 غرز جنب بعض. السطر التاني هعمل كمان 4 غرز جنب بعض اهو. السطر التاني ببدأ السطر التاني من الغرزة رقم 2 وبعد كده بخش في الغرزة رقم 1 من السطر التاني. هعمل 4 غرز وبعد كده هنعمل الضلع التاني دوت من حرف الان مكون من صفين. الصفين جنب بعض زي ما احنا كنا بنعمل عشان اخلص الضلع مع بعض. انا ممكن اعمل صف صف وارجع للصف التاني واكمله، بس انا بعمل الصفين مع بعض بيبقى اسهل معايا اني بخلص الضلع كله مع بعضه خلاص. قبل ما اعمل بقى الضلع التاني انا هعمل صف كمان من الضلع اللي هو اللي جاي بزاوية دوت عشان عايزة اعرضه شوية. شايف الضلع دوت انا هعمل صف كمان جنبه اهو بالشكل ده زي ما كنت بعمل بالظبط فيه، بس ان انا رايحة بدل ما كنت نازلة هطلع. بعد كده اخش في الغرزة اللي بعدها واخش في الغرزة اللي قبليها بالشكل ده. انا هنا عملته مختلف عن ما كنت عاملاه بالخيط اللي هو الفرنساوي، كنت عاملاه ضلع واحد، بس انا حبيت ان هنا اعمله ضلعين شكله اعرض وشكله باين وواضح. خلاص انا هنا عشان اوصل للمكان التاني انا هنضف الخيط وهقصه، ولو الخيط ما كملش معايا هلضم خيط كمان وهكمل خلاص. هبدأ هنا ازود الخيط بتاعي وهعمل خيط جديد عشان يكمل معايا بقية الشغل. هبدأ بقى هنا اكمل الضلع. هخش من الغرزة رقم 2 اهو، والغرزة اللي فوقيها بزاوية، والغرزة اللي بعدها والغرزة اللي فوقيها او فوقيها بزاوية زي ما كنت بشتغل بالظبط. وهبدأ اعمل الضلع التاني زي الضلع الاولاني بالظبط
هخلص 12 سطر. طبعا 12 سطر هما مجموعين معاهم السطرين الاولانيين اللي هما العروض، يعني كده هعمل 10 سطور وهرجع نشوف هنعمل ايه كمان. خلصت السطرين وهبدأ اعمل غرزة من اليمين، وغرزة تحتيها كمان عشان تعمل معايا السطرين، وغرزة من الشمال وغرزة تحتيها عشان تديني اللي هو الشكل البارز ده. خلاص، ويبقى كده انا خلصت حرف الان بالشكل المبسط. الشكل دوت او الطريقة دي تبدأي تعمليها في اي شكل، سواء اللي فتحات كانت صغيرة او الفتحات كانت كبيرة للشبكة اللي هتجيبيه. نضفي خيوطك وثبتيها وقصيها. وطبعا لو هتشتغلي شكل كمان تبدأي تظبطي المكان اللي هتشتغلي فيه. وادي شكل حرف الان. انا كده اشتغلته زي ما قلت لكم بخيط قطن والتاني بخيط سلسلة، والاتنين شكلهم مناسب لحجم الشنطة ولحجم الفتحات. طبعا لو حابة اعمل لك ايه تاني في القناة شوفي، اكتبي لي تعليق وهنفذهولك. ياريت لو عجبك الفيديو تدعميني واشتراك ولايك، وتكتبي لي تعليق محفز. ولو انتي بتشاهديني من اي بلد اكتبي لي في التعليقات بتشاهديني من اي بلد. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.